في مشكلة كبيرة بتقابل اغلب الديفلوبرز الجداد، ان هم مش بيقدروا يفكروا بشكل صح علشان يحلوا مشكلة معينة او عشان ينفذوا فكرة معينة. ازاي اقدر اطور من مهارة البروبلم سولفينج عندي؟ هو ده موضوع فيديو النهاردة. اول نصيحة ان انت لازم تقدر تفتت المشكلة الكبيرة اللي بتقابلك او الفكرة الكبيرة اللي انت عايز تنفذها لمشاكل صغيرة او افكار صغيرة. لو انا افترضت ان انا طلبت منك ان انت تعمل مشروع ما او فكرة ما، طول ما انت بتفكر كده بشكل عام في الفكرة كلها او ان انت تحل المشكلة كلها، انت عمرك ما هتقدر تاخد خطوة. انما الديفلوبر الشاطر هو اللي بيقدر يقسم الافكار لافكار صغيرة جدا، وكل ما قدرت تقسمها لافكار اكتر او مشاكل صغيرة اكتر، دي هتبقى حاجة لمصلحتك اكتر. حل كل مشكلة لوحدها وبعد كده ابدأ جمع الحلول كلها مع بعض علشان تكون الحل الرئيسي بتاع المشكلة الرئيسية بتاعتك. دي أول نصيحة. النصيحة التانية، حاول تكتب سودو كود كتير قوي. يعني اكتب أو فكر الأول قبل ما تكتب كود، فكر بورقة وقلم. يعني شغل دماغك كده وهات ورقة وقلم وابدأ اكتب الخطوات الأساسية للفكرة اللي موجودة في دماغك. الموضوع ده يعني فيه ميزتين مهمين جدا. الميزه الاولى ان احنا بنكمل الفكره كامله في دماغنا. احنا بيبقى عندنا مشكله ان احنا بنبدا نكتب كود والفكره اوريدي ما اكتملتش بشكل اساسي في دماغنا، فبنبدا بقى ندخل في الكود ونلخبط، فالموضوع ما بيبقاش احسن حاجه. الحاجه الثانيه ان انا ببقى ماشي بخطوات ليا ريفرنس، ليا مرجع. يعني انا عارف انا عملت الخطوه ديت، واقف هنا في الخطوه ديت وفاضل لي الخطوه ديت، فده برده بيخلي الموضوع منظم اكتر بالنسبه لك في دماغك. النصيحه الثالثه، حاول على قد ما تقدر يبقى شغلك في الاول كله بلغه برمجه واحده. لغه برمجه تخصص فيها، اعرف السنتكس بتاعها كويس جدا جدا، اعرف كل التكنيكس اللي جواها وابدا اشتغل بيها. لان انت في الاول لما بتشتت نفسك ما بين اكتر من لغه برمجه، ده ما بيبقاش احسن حاجه. النصيحه الاخيره ودي اهم نصيحه في الدنيا، الممارسه ثم الممارسه ثم الممارسه. اهم حاجه واكتر حاجه تقدر من خلالها تطور في البروبلم سولفنج سكيلز اللي عندك، هي ان انت تحل مسائل كتير جدا على قد ما تقدر. وفي مواقع كتير جدا بتقدم لك الخدمه ديت، اشهرهم على الاطلاق كود فورسز، وفي برضه موقع حلو جدا اسمه ليد كود. ليد كود كمان فكرته ان هو بيقدم مسائل بالجافا سكريبت او بيخليك تكتب كود بالجافا سكريبت، واغلب المواقع ما يبقاش عندهم الميزه دي، فدي حاجه كويسه جدا. البروبلم سولفينج من اهم السكيلز اللي عايزه صبر وعايزه ممارسه كتير، ومن اهم السكيلز اللي بتفرق ما بين ديفلوبر والتاني. ده موضوع فيديو النهارده، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي على خير.